وليت كنخاف واش ربيت ولد مسخوط ولا انا قصرت في التربيه ديالو. السلام عليكم، انا كوتش منير. هذا السؤال بزاف ديال الامهات والاباء كيسولوه ولكن كيخافوا يعترفوا به. كتلقى ولدك تبدل، ما بقات فيه لا طيبوبه لا احترام لا حنان، كيرد الكلام، كيتقلق، كيغضب، كيدير راسو ما كيسمعش، وكتحسوا بحال لا ما بقيتوش الاب او الام اللي كيتسمع لهم. بزاف ديال الاباء كيعيشوا لحظه الصدمه فاش كيشوفوا ولدهم ولا بنتهم كيتبدلوا في التصرفات ديالهم، وكيتحول هذاك الولد اللي كان كيعانق وكيبوس الواحد كيخاف يبان ضعيف، كيسد الباب ديالو وكيرد الكلمه بالكلمه. وكتسولوا راسكم واش ولدي مسخوط، واش انا فشلت في التربيه؟ ولكن خاصنا نعرفوا الفرق بين المراهقه والعقوق. المراهقه فيها تمرد، غضب، عناد، ولكن كيبقى القلب ديال الولد فيه حب كبير لوالديه، وكيبان في الحاجه، في الدعاء وفي النظره. اما العقوق راه كيكون فيه القسوه والسب والكراهيه والتعدي على الحقوق، وكيوصل حتى للقطيعه بلا سبب واضح. واش ولدي مسخوط؟ جاوب راسك بهدوء وشوف واش علمتيه الحب والاحترام والصلاه والصبر وواكبتيه في المشاعر ديالو، وإلا غلط واش عطيتيه فرصه انه يتصلح. راه التربيه ماشي معركه، راه مسار ديال بناء الروح بالقلب قبل العصا. واش فعلا المراهقين ولاو ما كيحشموش ولا بعض الاباء هما السبب؟ كتبوا لنا في التعاليق وجاوبوا بصراحه على هذا السؤال. واش المشكل في التربيه ولا في هذا الجيل؟